يا مساء الفل. النهاردة هنطبق مع بعض API testing على مشروع حقيقي باستخدام بوست مان. هدفنا النهاردة مش بس نتأكد ان ال API شغال، لكن الأهم ان نختبر جودة البيانات ونتأكد انها مش هتسبب اي كراش للموبايل ابليكيشن بتاعنا. فزي ما اتفقنا API يبقى تول بوست مان، اتكلمنا عنها قبل كده. في البداية اخترت ابليكيشن داتا بتاعته بتكون فيك عشان نطلع منها البج وعشان نطبق براحتنا. فتمام، هنا اول حاجه بنطبق جات وبوست وكده، يعني حاولت اطبق اكبر قدر من الافكار عشان نشوف مع بعض. فاول حاجه كان لازم اتاكد ان كل الداتا بتظهر، فكان تمام، كان 200 اوكي، فتمام. valid ID تمام. وبرضو هنا جربنا نقطه الاوتوميشن، انا ابعت كود مكتوب بجافا سكريبت. طبعا هتقولي هل لازم اكون عارف جافا سكريبت؟ هقول لك لا، زي ما اتفقنا قبل كده تختار سكريبت وتيجي هنا تضغط على كل، هو بيكتب لك الكود، شرحناه قبل كده بالتفصيل. فتمام. فطريقة تفكيرنا احنا بنفكر زي ما اتفقنا البوزيتيف النيجاتيف، يعني كل الحاجات الايدج كيسز كل حاجة، فكانت تمام. طب انا لو جربت اي دي مش موجود، انا كنت مستنية 404 فعلا وده اللي حصل. طيب بص بقى، انا عايزة اضيف داتا، بنختار البادي ونختار رو، لازم تبقى جيسون. فكان تمام 201 كرييتد، فده كل لحد دلوقتي شغالين 100. طب invalid price، وهنا نشوف مفاجأة. دلوقتي البرايس انا مستني رقم، لكن انا كتبت له في البادي، خلينا نشوف string كلمة فري. فانا كنت مستنية اولا ان هو يرفض، ثانيا لما انا اطبق الاوتوميشن هنا في السكريبت واقول له ان انت مفروض انت عايز نمبر، فخلاص انا مستنية نمبر، جالي هنا فيلد. ف تمام كده بج معايا، خليكوا فاكرين. تاني كيس معايا، وهنا ان انا كنت اكتب بودي من غير عنوان، يعني مفيش تايتل. طب هل لو اليوزر لقى منتج مثلا من غير تايتل هل هيشتريه؟ طب ما اشتريش، ده يأثر على الشركة والشركة هتخسر، فلازم التايتل. بعد كده الهيدر المفروض يبقى هنا لازم الكتابة تبقى جيسون زي ما اتفقنا قبل كده وشرحنا بالتفصيل، لكن انا غيرتها خليتها تكست. فبالنسبة لي المفروض ما يقبلش، المفروض يقولي لا، لكن هو جاب لي 201 كرييتد، فدي برضو بج، خليكم فاكرين. دلوقتي التايتل انا كنت بجرب الليميت، المفروض ان هو يبقى الديفلوبر حاطط حد معين انا ما اتخطاش مثلا ال200، فهنا انا جربت مثلا 100 حرف، فلا لازم ما كانش يقبل ويقول لي لا، لان ده كله بيأثر على اليو اي بتاعه الموبايل. يعني انت كنت بتعرض لي منتج ده كله تايتل بس، تخيلين يعني لما ننزل كده ده كله تايتل، فازاي؟ فما ينفعش طبعا، فدي برضو بج. هنا كنا بنقيس التايم، هنا تمام، بنعرفها على اساس ايه؟ يعني الموبايل كده كويس، لو هو مثلا اكتر من 500 وعدى 500 وصل 1000 فدي طبعا بج، لا طبعا انت تاخد كل الوقت ده في مشكلة. يجي هنا وكانت ان انا بجرب حاجة مش موجودة خالص، لو لاحظت ان انا عايزة حاجة هاتلي حاجة مش موجودة، بس هنا انا كنت بشوف لو في منتج مش موجود اليوزر بحث عنه، فمفروض يقول له ايه؟ مفروض مثلا ما يهنكش، ما يجيبلوش شاشة بيضة، ما يكرش، ما يعملش اي حاجة. هنا انا كنت مستنية فعلا array فاضية عشان كل حاجة تبقى تمام. طيب هتقولي انا جربت وعملت كل حاجة، انا هعرض شغلي ازاي؟ جاوب، هديك فرصة. تمام. زي ما اتفقنا احنا بنعرض شغلنا على جوجل شيت، اي طريقة تريحك، بس انا تمام انا بعرض على جوجل شيت. فتمام، بيبقى عندي السيناريو، عندي الميثود، عندي الاكسبكتد، عندي الاكتشوال ريزلت، وعندي البج. زي ما اتفقنا لازم بنوثق كل حاجة، كنت مستنية كنا لازم بنوثق كل حاجة. تمام. حد يجي يقول لي انت ليه عاملة بتاعة البرايس عاملة تو تست كيسز اللي هي 6 و7؟ فرصة تفكر. طيب خلينا نجاوب مع بعض. اولا رقم 6 فده كنا بنختبر قرار السيرفر، هل قبل ولا رفض، يعني السيرفر وافق. طبعا ده غلط زي ما اتفقنا هنا، كان في موضوع البرايس. تمام. انا كنت مفروض ازاي اصلا انت قبلت برايس؟ يعني انا مثلا قبلت سترينج، طب لو قلت لك جيت ضيف الضريبه او اجمع عليه رقم، هل ينفع ان انا اجمع رقم على سترينج؟ لا طبعا.
فهنا كنت بشوف يعني الموبايل هيقول ان المنتج اتضاف ولا لا. لكن الفرق في رقم 7 ان انا كنت بختبر جودة البيانات اللي راجعة، يعني نوعها صح. يعني السيرفر رجع قيمة البرايس كأنها string تكست مش نمبر. فالموبايل لو حاول يجمع زي ما اتفقنا مع الضريبة او كده فلا هيكراش طبعا. ده اللي احنا جربناه بالاوتوميشن، فتمام. خلينا نشوف البج. طبعا زي ما اتفقنا 100 مرة البج بتتكتب ازاي وبنشرحها ازاي ونوضح كل حاجة فيها، فتمام. تمام جدا. البج التانية تمام. خلينا نشوف الباص فكان تمام. خلينا نتكلم في الفيل. هنا لما جبت invalid data، لما انا اتفقنا ان احنا جربنا نضيف من غير تايتل، فهو سمح ان انا اضيف عادي. فتخيلوا زي ما اتفقنا شكل ابلكيشن واليوزر بيفتح يلاقي ان المنتج ملوش تايتل، فاكيد مش هشتري، غير ان الابلكيشن ممكن يهنج او هو بيعرض البيانات يعني. فكان تمام. قلنا 5 و6 و7. 8 كان تمام زي ما اتفقنا، كان اقل من 500 فتمام. والاري كانت فاضية، فده انا فعلا كنت مستنية كده، فكان تمام. نيجي هنا للهيدر. زي ما اتفقنا انت مفروض انت ما ينفعش غير بجسم، يعني انا بجربها عشان اتاكد ان الموبايل لما بيعرض لازم النتائج ما تهنكش. فكان تمام. وده بتاع التايتل زي ما اتفقنا ان ده بيأثر في اليو اي. لازم يحدد ليميت مثلا 200 255، عشان لو بعت اكتر من كده او السيرفر زي ما اتفقنا ان هو كده قبل، فلا كده اليو اي بيتكسر. ف كان لازم يعمل ليميت. زي ما اتفقنا حاولنا نغطي اكتر من حاجات. طيب حد يجي يقول لي انتي في البج لازم بنوضح السيفيرتي والبيورتي بناء على ايه حطينا الهاي وحطينا الكريتيكال وحطينا الميديوم كل ده. هقول لك الفرق بين الخطوره الاولويه هنا تاثير البج على اليوزر. يعني اي حاجه بتعمل كراش للابليكيشن زي نوع البيانات، زي مثلا تست كيس 5، فكده عندي بتبقى كريتيكال، فلازم الديفلوبر يحلها وتبقى اول واحده، فتبقى البيورتي هاي. لكن لو حاجه مثلا بتبوظ الشكل بس زي مثلا زي ما اتفقنا في التايتل، فهو كان طويل، هو كانت ميديوم. ليه؟ لان هي مش بتوقف في استخدام الابليكيشن بالكامل، بس برضو بتاثر على اليو اي، كان لازم نحلها. في النهاية ال API تيستنج هو خط الدفاع الأول للأبليكيشن. أتمنى يكون الفيديو واضح وازاي بنفكر ك QA وازاي بنطلع الثغرات اللي ممكن تأثر على تجربة اليوزر. وبس كده، سلام.